السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في درس جديد على قناة دقائق مفيدة. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكسيوة سهلة. انايا كنت باغا نطبع على اليوتيوب، ولكن قلت نعطيكم يعني الدرس باش اللي ما عندوش اللي ما عندهاش وما عندهاش كيفاش تطبع عليها. راه تاخد العبارات، ما نحتاجوش بزاف، نحتاجو الطول عندنا 83. ممكن ان ديري الطول اللي بغيتي، يعني طويله ولا يعني على حسب كل شخص. عندنا ربع دوره الصدر نحتاجو 26 سنتيم. على حسب طبيعه الحال كلها كتشدي الدوره كامله. يمكن لكم ترجعوا لدرس كيفيه اخذ المقاسات تعرفوني كيفاش كناخذهم. وكتشدوا داكشي اللي عطاكم في السنتيم على الدوره كامله، كتقسموه على 4 كتحصلوا على هاد 26. غنبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا واحد نقطه البدايه اللي غنبداو عليها، وكناخذوا هذيك 26. بطبيعه الحال ديما خدمي بقلم باش حتى لا يعني خطاتي ممكن انك تمسحي. ها هي 26. انا هنا خدمت بجوج مربعات صغار، هما 10، هما واحد ياك، وهذيك واحد هي 10. 1 سنتيم في المسطره هي 10 حقيقيه، يعني 26 هي 2.6. هي 26. انا خديتها بالمسطره اولا بالمربعات لانه نفس الشيء، جوج مربعات هو 1 سنتيم. من بعد ما خديت الصدر ديالي اللي هو 26، غنطلع من هنا بطبيعه الحال فين تيكون الثوب يعني مسدود مغلق، غادي نطلع بواحد 4 سنتيم. انا غنطلع هنا ب4، نكتبها هنايا، طلعت 4. انا غندير لكم الفيطر باش يبان لكم مزيان. هنا كيف قلنا مشينا ب26، هنا طلعنا ب4 سنتيمترات. من بعد هذيك البلاصه تاع 26 تاع الصدر غادي نمشي من يعني نقطه البدايه بطبيعه الحال، غادي نمشي 11 سنتيم تقريبا. هي هذه 11 سنتيم، هذه المسافه هي 11. كنطلعوا من هذيك البلاصه ب9 سنتيم، نعتبروا هي هذه النقطه من هنا لهنا 9 سنتيم. وكنديروا على هذا الشكل، كنديروها هكا بحال غنديروا يعني دوره العنق، ومن هذيك غنجيبوها لهنا للصدر حتى هي بحال غنديروا دوره. من بعد غادي نشدوا الطول ديالنا اللي عندنا فيه 83. ها هي 8، اعتبروا هذه هي 83 في الطول كامل. من بعد كنجيو الجلال يعني الاسفل غنديروا فيها 38 اللي كتكون الغالي في اي توب. هي 38 هنا، يعني توب ملي غطويه على 4 نورمالمون الا كان فيه 150 اولا بحال هكا راه غادي يعطيك ملي طوي على 4 راه يعطيك 38 اولا 39 اولا 40. انا غادي نشد من هاد النقطه وغادي نمشي ديريكتومون مع النقطه ديال الصدر اللي حنا درنا هنا فيها 26 سنتيم. نتيا ممكن انا بالنسبه للملابس يعني البيت من الاحسن يكونوا مريحين هكا غاديين بلا ما تديروا يكونوا سانتري. انتي لك اختيار، بغيتيها تكون سانتري راه كديري ربع دوره الوسط وربع دوره الهونش وكتخدمي كيف درت معاكم شحال من مره. انا اليوم غنديرها غير على هذا الشكل، تكون يعني سامبل سهله اي وحده ممكن ديرها. من هاد النقطه بشحال غادي نطلع هذاك يعني السميطات اللي غندير اولا البروتيل، يعني شحال فيهم غادي يكون فيهم من هاد النقطه غيطلعوا ليا بواحد 14 سنتيم. من هنا لهنا 14 سنتيم. هادو يعني غادي يجيو الخياطه خياطه من هنا لهنا، ونعاود عاوتاني ندير هاد البلاصه. دابا هاد البروتيل كيفاش غادي نصايبهم هادوك السميطات حتى هما خصني نفصلهم في الثوب. الا بغيتي تاخدي هذا تاخدي الا بغيتي تاخدي البي يعني واجد راه ممكن تيكون مصلوح مصايب، كتشوفي على حساب اللون وصافي وكتخدمي. انايا لا غادي نفصل البي من نفس الثوب، غنطبق معكم على هاد الثوب. شنو غناخدو كيفاش غنحسبوا هذاك الطول ديال البي؟ غنحسبوا هاد المسافه
غادي نحسبو من هنا، يعني في الثوب من هنا، وغادي ندوزو سنتيم هكا هكا حتى لهنا، ونعاودو عاوتاني نحسبو هاد البلاصه. داكشي اللي كيعطيني من هكا حتى لهنا، ونعاودو ندورو عاوتاني هنا، تكون 2 مرات. داكشي اللي كيعطيني كنضربو في 4. مثلا انا هنا تقريبا تعطيني 47 سنتيم، ياك نضربها في 4 هي تقريبا واحد 88 سنتيم. كيفاش غندير؟ غنشد 180، هنا 100 هي 10 و88 هي على هاد الشكل تقريبا. وغادي ندير في العرض ديالو، غادي ندير فيه انا 6 سنتيم. الا بغيتي تاخدي غير واحد يبقى لك راه ماشي مشكل، كتديري 1 سنتيم وكديري 4 سنتيمترات. انا لا غادي نزيد هذيك 2 سنتيم باش غادي نخدم بواحد ونص. اللي ما فهمتنيش راه من بعد غادي تفهمني ملي غادي نكون نخيط ونفصل. قلت لكم هنا غادي ندير 6 سنتيم 6، وهنا غادي يكون متر و88، وغادي تكون على هذا الشكل. هنا 6 والمستطيل غادي يكون عندي طويل. السلام عليكم. واحد الحاجه اللي نسيتها اللي هي مهمه، هنا غطلعوا ب4 سنتيم في هاد البلاصه، غادي تطلعوا ب4 سنتيم باش ما تجيكمش يعني في الجوانب هابطين، يجيكم مزيان في اللبسه. كتطلعي ب4 وكتدوري. دابا انا هنا طويت الثوب ديالي كيف تلاحظوا على هاد الشكل. انا هاد الثوب يعني تاع ماشي ديال المغرب، ما فيهش في العرض متر و50 كيف قلت لكم، اولا متر و40 اولا متر و60، يعني كيف كتكون في الغالب. هذا فيه تقريبا فيه 44 في جوج هي 88 سنتيم. يعني في اوروبا راه تيكون هذا الثواب هكا في العرض ديالو بحال جوهره، تقريبا بحال جوهره، حتى هو تيكون ما فيهش العرض بزاف، ماشي بحال يعني الكريب اولا ريحانه اولا المليفه اولا هادو تيكون فيهم متر ونص. انا شنو درت؟ شديت هذا هو الطول ديالو. الطول طبيعه الحال راه كنحتاجو هذيك 83 سنتيم على حسب الطول اللي بغيتي. كتزيدي عليها شحال غتخلي في لوغلي، كتزيدي عليها واحد 12 سنتيم صافي، كتحسبي كضربيها في جوج، كتحسبي شحال غتحتاجي في الطول. انا شنو درت؟ ها هي الحاشيه تاع الثوب، مع الحاشيه تاع الثوب على هذا الشكل. ها هي، ها واحد ها جوج، ياك ملي طويتو هكا عاود درت ليه هكا باش عطاني 4 الحاشيات هنايا. ها وحده ها جوج ها 3 ها 4، يعني 4 طبقات تاع الثوب درتو على هذا الشكل. هنا مسدود هو اللي غنخدم عليه، وهادو راه هنا غادي تجي لوغلي، وهنا راه كيف كتشوفوا. دابا ان شاء الله انا ما غاديش نطراسي. انا شديت هاد الكسوه اللي عندي وطبقت الثوب على 4 وقاديت الكسوه ديالي. يعني لا غلباتك غديري فنيته بطبيعه الحال في الثوب وفي الكسوه باش ما يتحلكش لك، وتطبعي عاد باش تفصلي. انا هنا كيف قلت لكم ما غاديش نطبع، غادي نفصل ديريكتومون. هنا ضربنا هذيك اللي قلت لكم طلعوا فيها 4 سنتيم. من بعد بالنسبه ماشي تشدي كسوه يعني كتيرا بليكرا وتبغي تفصليها في ثوب اللي ما تيتيراش، راه يعني ما غاديش تجيك العبار هو هذاك. هنا كنخلي واحد سنتيم ونص الخياطه وكنفصل على هذه الطريقه. انا كنحرك الثوب غير باش يبان لكم، يعني عندكم ديروا بحالي، ملي تكوني تفصلي ما تحركيش الثوب. هنا لا ما غاديش نخلي سنتيم الخياطه، لان هنا ما عنديش لوغلي. غادي ندير هاد البغوطيل كيف قلت لكم السميطات، غادي نمشي عليهم نيشان.
دابا باقي لينا هاد السميطات اللي غنديرو. كيفاش غادي نديرو ليهم؟ كيف عطيتكم غادي نشدو. ها هو دابا هذا عندي على 4. غادي نطراسيه على هذا الشكل. كيف قلت لكم غناخد 6. انا نشوف هنا شحال عندي. تقريبا عندي 5.5. ما غاديش تكون 6 ماشي مشكل. غادي ندير على هذيك 5.5 وناخد يعني 3 نقاط من الجوانب ومن الوسط. يمكن ليا ندير حتى على هذا الشكل. هنا بطبيعه الحال مادام الثوب خفيف راه ممكن انني نطوي قد ما بغيت باش خصهم يجيوني مقادين ما تجينيش. بسم الله. وغادي نقص وغندوزو على النقاط بطبيعه الحال 3. هنا حاولوا ما امكن يكون قد بعضياتو، يعني ولو الا كان الثوب هكا خفيف طويه على 8 او على 10 على حسب اللي بغيتي. المهم تكون القطعه مقاده. في الخياطه بطبيعه الحال راه ما غاديش نخيطوه على هذا الشكل. راه غادي نبداو من هنا حتى لهنا وغادي نقطعو، وكذلك نديروها في الخلف وغادي نقطعو عاد باش غادي نديرو هاد. السلام عليكم. من بعد ما يعني قطعت هادوك القطع اللي قلت لكم درت فيهم 5 سنتيم ونص على 188. اشنو درت؟ شديت هذا هي 5 ونص طويتها على هاد الشكل وعاود عاوتاني طويتها على هاد الشكل ودوزت المصلوح. ممكن يعني اما ديروا الفنيتات باش ديروا هذه القضيه تقادوهم عاد باش تصلحوهم في دقه واحده، او لا معكم شي حد في الدار يساعدكم. يعني انت كتطوي ويعني واحد كيطوي وانت كتديري المصلوح وغادا هكا باش ديريهم. انا درتها انت هاد جوج وجوج اخرين طوال بالنسبه للجوانب، وهذا الخلف وهذا الامام. كيف قلت لكم يعني ممكن تشريوهم غير باش لا بغيتي في نفس الثوب راه كديري هاد العمليه. انا هنا غادي نبدا من بعد غادي نديرو على هاد الطريقه. نشدو الجانب نبداو به، يعني هاد البلاصه اللي درنا لها هكا غادي نخشيو فيها هادي صافي. وغادي نبداو نخيطو بطبيعه الحال الامام الوجه ديال الثوب يكون يشوف فينا باش الفينيسيون تكون زوينه من هنا. الا خطأنا من الداخل ماشي مشكل، المهم تكون من يعني القدام تكون مزيانه. الا بغيتي ما تخطئيش راه مني تكون تطوي تردي بالك انك تجيبيهم نيشان، ما تكونش وحده هابطه وحده طالعه. نبداو على بركه الله. كيف قلت لكم كنخشيو على هذا الشكل هكا. الا كنتي مبتدئه ديري فنيتات وبقي غادا غير بشويه، لان ما خصناش هنا نزربو باش تجي الخياطه مقاده ما يعطيناش يعني ديفو، لان هنا دوره يعني البغوطير راه مقادين راه خط طويل. اما بالنسبه للدورات العنق راه بطبيعه الحال راه مايله. من بعد ما سالينا هنا ملي توصلي للدوره حاولي تجبدي شويه هذاك هاد الزوائد. بطبيعه الحال راه كنقطعوهم على هذا الشكل. المهم غير يكون طويل ماشي مشكل، ما يكونش قصير، حيت الا كان قصير راه تيعطي يعني ما خصهاش تكون فيه الخياطه، خص يكون مقاد. من بعد ما درنا الخلف غادي نجيو للامام وغادي نديرو نفس الشكل. غادي نخشيو هذه هنا، نتمنى يكون واضح لكم. كاينه خياطه اخرى لا بغيتي بلا ما تصلحي، وانما ما كتجيش زوينه، وكل واحد والاختيار ديالو. كتحاولي تجبدي هذا، اما هذا كترخيه كتريحيه. كيف
تيقولوا. هنا كنخشيو وغادي هكا. الا كان الثوب ما كيتجبدش ما تفصليش كيف فصلتو انا، يعني على العرض ديال الثوب ولا على الطول، لا غتفصليه على الورب، يعني على يكون خط مائل. يعني هذيك 5 سنتيم ملي تبغي تاخديها يكون خط مائل. من بعد هاد الشيء اللي شاطينا كيف قلت لكم كنقطعوه. دابا غادي نجيو لهاد البلاصه وغادي نخيطو فيها. نبداو من هاد الجانب هنا اللي درنا الامام والخلف. هنا انا ما فصلتوش على الورب لان هذاك الطرف كان عندي ما كانش غيكفيني لو انني نفصلهم بخط مائل. داكشي علاش فصلتهم هكاك. يعني ملابس البيت اولا شي حاجه اللي تكون قصيره هكا ماشي مشكل اننا نخدموا غير الطرف كيف ما كان عندنا في البيت، ماشي مشكل، المهم تبردوا. من بعد ما وصلت يعني للنهايه هكا شنو غندير؟ غادي نحسب 11 سنتيم اللي قلت لكم غطلعوا بها. غادي نبقى كنخيط هكا نجمعها، غنحسب 12 سنتيم عاد باش نبدا نخيط الجهه الثانيه. من بعد ما جبت المترو ديالي غنحسب من هذيك النقطه فين حبست. انا قلت لكم غطلعوا ب 11، اذا 11 و11 اللي هي 22. ها هي هنا غادي نجيب القطعه الثانيه. الا خفت لا نطلق يدي غندير اما لاكري اولا فنيته باش نعلم بها. نمشي نجيب القطعه الثانيه ديالي وغنبدا من هاد البلاصه فين انا ساليت قبيله. غادي نحطها على هاد الشكل وغادي نخيط. على هاد الشكل هكا. هنا في الدوران ضروري ما كان يعني نجبد شويه، ما كنجبدش الكسده، نجبد هذاك من بعد ملي كنوصل هنا بطبيعه الحال كنقطع هاد الشياطه اللي شاطت ليا، ما عندي ما ندير بها على هاد الشكل باش ملي كتجي الكسوه ها هي هذيك 11 سنتيم اللي خلينا كتبقى على هاد الشكل. وهنا راه الجوانب. دابا انا غادي نخيط الجوانب ديالي. دابا من بعد ما درت اول بلاصه هي اللي درت هي هاد البلاصه، من بعد درت من هنا ودرت ومشيت للبلاصه الاخرى. دابا غادي ندير بطبيعه الحال هادو تيكونوا يعني في الكتاف باينه. هنا غادي نخيط الجوانب ديالي. انا دابا لقيت هنا كنقادهم كندير الوجه. انا مشيت باش ندير السوجي ساعه تهرست ليا البرا، للاسف ما عنديش برا اخرى، خصني نخرج نمشي ناخذها ان شاء الله. غادي نحاول نخيط غير يعني غنلاقيهم من بعد وغادي ندير لهم السورجي في مره واحده. انا نخيط معكم الجانب كذلك، راه الجانب الاخر غادي نخيطو حتى هو، ومن بعد راه غادي ندير لوغلي ان شاء الله وغادي نصور هذه باش تشوفوا النتيجه كيفاش جات.
من بعد ما ساليت الجانب غنمشي ندير الجانب اخر، وغادي ناخذ على هذا الشكل. غادي ناخذ من الاسفل، غادي ندير هكا الضربه الاولى والضربه الثانيه، وغادي نخيط لوغلي ديالي على حساب انا شحال خليت فيها 3 سنتيم. يعني غادي ندخل واحد وغادي نخلي جوج هنا. اللي بغيتي ديري واحد اونص وتعاودي ديري واحد اونص راه غتعطيك 3. بغيتي تدخلي 1 سنتيم وديري 2 سنتيم راه نفس يعني نفس النتيجه راه كتبقى، حيتاش هذيك 3 بطبيعه الحال ما خصكش تفوتيها باش ما تقصريهاش. السلام عليكم. هذه هي النتيجه من بعد ما يعني خيطناها. كتجي زوينه في اللبسه ومريحه صيفيه، يعني الانسان اي اخت زعما تبرد في الدار، اي طرف كان عندك ماشي ضروري تاخدي الثوب. كنتمنى يعني هاد الدروس اللي كنعطيكم بحال هكا تستعملوهم للبيت باش نبرئ الذمه ديالي، ما تخرجوش بهم الزنقه. وما تنسوناش من صالح الدعاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.